السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة هنعمل سلق. ده الخضار ده اسمه سلق. شكله بقى الورقة بتاعتها بالشكل ده. هي بتبقى عبارة عن ربط فيها ورق طبعا مختلف الأحجام. الورقة دي الصفرة دي أنا بستبعدها، مش بستعملها في الطبخ بتاعي. أنا بجيب التنظيف بتاعه إن أنا بجيب الورقة بقطعها، بشيل جزء كبير منها كده، الجزء الكبير بتاع الساق ده برميه، عشان أنا بستعمل الورق بس. انا استخدم الورق، الصاج ده مش بستعمله. بس كده بقطعه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي اللي عندي، 3 4 ربط كده حلوين، واغسله واصفيه. وبعد كده انا احطه في ميه سخنه اغليه على النار. وعندي هنا ربطتين كزبره، ومعاهم ربطه الشبت. دي الخضره اللي بحطها على السلق. السلق بيقعد 10 دقايق ربع ساعه. لما الاقيه خلاص كده استوى، اقوم حاطه عليه الخضار، بس اقلبه واطفي عليه النار على طول. تقلبتين بس كده في السلق لما بيتسلق. وبعد كده انا بعد ما بيتسلق برفعه على طول من على النار، بطفي عليه وبشيله، بحطه في ميه ساقعه، من الميه السخنه على طول ميه ساقعه، عشان اللون الاخضر بتاعه يحتفظ بالخضار بتاعه الجميل ده. وبغسله كويس. خلي بالنا اللون بتاعه جميل جدا. وطبعا انا بضيفش هنا ملح ولا اي حاجه، هو بس يتسلق وخلاص. بعد كده عندي خضار تاني، عندي كوستين باضافه. براحتك. انا عندي كوستين بصلايه وكام فص توم بقطعهم. الكوسه دي بس عشان انا بحب القيمه الغذائيه تزيد، ولادي مش بيحبوها، فبحط لهم في الاكل من غير ما يعرفوا ان انا بحطها. بحطهم في حله لوحديهم، وبحط عليهم ميه وبغمرهم بالميه، وبحطهم يستلقوا لحد ما خلاص يطروا معايا. اهم حاجه عندنا الخضار اللي احنا هنسويه النهارده اللي هو القلقاس. يبقى انا هعمل قلقاس اخضر او قلقاس بالسلق. انا عندي واحده كان جوزي جايبها لي 3 كيلو، ما شاء الله كبيره قوي، فانا هتاخد الشاشه كلها، مش هعرف طبعا اجيبها في الشاشه. انا عملت فيها ايه، حطيتها في ميه 10 دقايق، وبعد كده بغسلها بالفرشه الاول وبنشفها. وبعد كده ببتدي ان انا اقشرها، واجيب عندي جنبي مناديل مطبخ او فوطه نظيفه بستعملها بس للخضار بتاعي، زي بنشف عليها الملوخيه وكده. وبعد كده بمسح بمسحها كلها كويس وبتبقى نظيفه. بعد كده بعيد عليها تاني بمناديل مطبخ. مش بغسل القلقاس خالص لما يتقشر، عشان في حاجات كده ما ينفعش انها تنزل منه، بيطلع منه الفايده وبيمزلق معايا. وبعد كده بقطعه انا مربعات، مربعات بتبقى صغيرة. هو كده ما بينزل اصلا يتسلق بيبقى بيستوي، بيبقى جميل، ما بياخدش وقت خالص. بخلص كل التقطيعات والكمية بتاعتي. ماشي. عندي بقى شوربة بتاعت فراخ، بتاعت لحمة، براحتك. بتبلها انا بقى ملح فلفل كزبرة بهارات، في توم باودر وفلفل باودر حبة شطة، براحتك. وبعدين من الملح بتاعي بدوقه وبظبط وبحطه القاس ربع ساعة. بعد كده بعمل بقى جست ليه تيست ليه، بلاقي ايه استوى ما شاء الله بالشكل ده معايا. خلاص كده، خلاص كده هجيب بقى الكميات الحاجات بتاعتي اللي هحطها عليه. بعد كده بوطي عليه النار، واجيب بقى الخضار اللي انا سلقته، الكوسه مع البصل مع الثوم. بس الثوم عامل ازاي حلو. انا ما بعملش الخضار بتاعي ده طش، يعني في ناس بتعمله طش الثوم، انا مش بحبها. بحس انها بتعمل حماوه وحرقان، فبسلق الخضار كده وبحطه ني في ني. بعدين اجيب الخضار بقى السلق، والخضره اللي انا كنت سلقاها برضو، وبحط عليها كوبايتين ميه او كوبايتين شوربه 3 على حسب ما الخلاط يمشي معايا. عندي هند بلندر تمام اضربهم فيه، انا مش عندي بضرب في الخلاط. وبخلي بالكم ما اضربوش مره واحده، اعمله زي النبضات كده عشان ما يطرطرش معايا. ده شكله بعد ما اتضرب. وخلاص كده السلق انا كنت موطيه عليه. هضيف بقى الخضره اللي انا ضربتها دي، طعمها تحفه ولونها جميل جدا. طبعا بدوق وبحط واحدة مرقة دجاج لو عايزة، مش عايزة هي في شوربة كمان. طعمها جميل مع ميكس الخضار مع التوابل اللي انا حطيتها مع طعم القلقاس، حاجة في منتهى الجميل. انا مش بعمل له طش خالص بالثوم ولا حاجة، لان هو كده طعمه في منتهى ني في ني كده، خفيف على المعدة جدا وصحي. الناس اللي حابة تعمل دايت كمان صحي جدا جدا جدا. بالهنا والشفا.